الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيطيب لي في بداية هذه المحاضرة أن أرحب بكم أيها السادة وأيتها السيدات، كان يوجد سيدات، شاكرا لكم قدومكم الكريم للاستماع إلى هذه المحاضرة المتواضعة، وشاكرا للمركز الثقافي في مدينة داريا الذي عودنا على أن يطلع علينا بين الفينة والأخرى بالجديد والمفيد والممتع، سائلا الله عز وجل أن يقيني الزلل في القول والعمل، وأن يجعل هذا الجهد خالصا لوجهه الكريم. سادتي الأكارم، موضوع المحاضرة النقد وأهميته في الحياة العلمية، وهو كما ترون عنوان عام عريض يشمل كثيرا من المباحث، ويتناول عديدا من ألوان الثقافة ومناهج البحث ومناحي الفكر. وسأحاول في هذه العجالة أن ألم به بشكل عام، مع التركيز على قضية النقد في علومنا الإسلامية وما يتصل بها، وأهمية ذلك في حياتنا العلمية التي نحياها، هذه الحياة التي تطرق إليها الفساد من جهات شتى، وكان من أهم أسباب هذا الفساد المستشري والعياذ بالله تعالى غياب النقد المنهجي في حالات كثيرة، واختلاله وضياع أصوله ومعاييره في حالات أخرى. لكن كثيرا من المشتغلين بالعلم عموما وبالعلوم الإسلامية والدعوة إليها خصوصا، فضلا عن جمهور الناس، يشككون في جدوى النقد العلمي وفائدته، ويرى بعضهم أن عمل الناقد تطفل عن الإبداع وميادينه، بدلا من أن يأتي بشيء جديد ينبثق عن فكر ثاقب وعلم واسع. ويرى آخرون أن الطريق المثلى لتصحيح الفكر مما يمكن أن يكون قد استولى عليه من الآراء الساقطة والأفكار الباطلة هو أن يدلي الناقد بدلوه في الموضوع الذي يرى ضرورة نقده وتزييف الباطل الذي بثه غيره فيه من الكتاب والخطباء والشعراء والمحاضرين والمدرسين، عمدا كان ذلك أم سهوا، من غير تعرض للفكرة الباطلة وقائلها والبرهان على خطئه أو ضلاله فيها، وذلك بناء على أن الباطل لا يثبت أمام الحق، وأن الصواب دائما يرفع الخطأ، كما قال الله تبارك وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويعتقد عدد من أصحاب هذا المبدأ الفكرة القائلة بأن الناقد الذي يتعرض لتزييف الأقوال وتخطئة قائليها صراحة أو إشارة إنما يشارك في حقيقة الأمر في بث الفكرة التي ينقدها وتبليغها لمن لم يسمع بها عن طريق الإثارة والشهرة، وهذان هما العاملان الأبرز في انتشار أي رأي لدى سواد الناس، وأحيانا عن طريق حفظ القول الباطل على مدى سنين متعاقبة ربما تمتد لعقود أو قرون طويلة، عندما تنقرض الأفكار الضالة ومعتنقوها وما خطته أقلامهم في الإعراب عن حقيقة المبدأ الذي يروجون له، وتبقى الكتب التي تعرضت لتلك الأقوال بالنقد والتجريح مصدرا محفوظا لها، إذ لا بد عند التعرض لنقد أي قول من ذكره وبيانه أولا، وذكر حجج قائليه وردهم على مخالفيهم ثانيا. ومن الأمثلة على ذلك كثير من المقالات التي صرحت بها بعض الفرق الإسلامية كالمعتزلة وغيرهم، ورد عليها المتكلمون من أهل السنة وفندوا حججها وشبهها، وذكروا ذلك في كتب العقائد والكلام التي ما يزال كثير منها يدرس حتى الآن بعد مئات السنين من انقراض أصحاب تلك الأقوال.
وإن الناظر في كلام هذا الفريق ليدرك وجه الحجة في طرف من كلامهم، ولكننا عند التحقيق في المسألة من جميع وجوهها لا نستطيع أن نذهب معهم في إكمال أهمية النقد جملة، وأن نتغاضى عن فوائده الكثيرة بل ضرورته أحيانا، ولا بد للوقوف على جلية الموضوع من تعريف النقد وتحليله وبيان فوائده وما يمكن أن يترتب عليه من أضرار، ثم معرفة أمثل السبل في استخدام النقد عند الحاجة إليه. وأبدأ معكم بتعريف النقد لغة. يقول الإمام ابن فارس في معجمه المقاييس في اللغة: النون والقاف والدال أصل صحيح يدل على إبراز شيء وبروزه، ومن الباب نقد الدرهم، وذلك أن يكشف عن حاله في جودته أو غير ذلك. ويقول الفيومي في المصباح المنير: نقدت الدراهم نقدا من باب قتل، والفاعل ناقد والجمع نقاد، مثل كافر وكفار، وانتقدت كذلك إذا نظرتها لتعرف جيدها وزيفها. وفي المعجم الوسيط: نقد الشيء نقدا نقره ليختبره أو ليميز جيده من رديئه. وعلى هذا فالنقد في اللغة الاختبار والتمييز بين الجيد والرديء، ولا بد معه من كشف وفحص ونظر وإظهار وإبراز. أما الحياة العلمية فهي تضم جميع النتاج العلمي مقروءا كان أم مسموعا، من كتب ومقالات وخطب ودروس ومحاضرات ومناظرات وحوارات، مع آثار ذلك وما ينشأ عنه ويتفاعل معه مما يصدر من ردود الأفعال من قبل أبناء المجتمع، وعلى الخصوص من قبل أهل العلم والفكر. وعليه فإنه يمكننا أن نعرف النقد العلمي المراد هنا في محاضرتنا بأنه عمل فكري إبداعي يستند إلى قواعد وأصول معينة، يقوم على النظر في الأقوال والأفكار المختلفة والكشف عن حالها، يقصد منه تمييز صحيحها من باطلها، وجيدها من رديئها، وراجحها من مرجوحها، وذلك بذكر الأدلة والبراهين على كل، مع دفع الإشكالات الواردة في ذلك بما يجعل المتلقي قانعا مطمئنا. أما أصول النقد فهو علم بقواعد يتوصل بها إلى فحص الأقوال والتمييز فيما بينها والحكم عليها. ولا بد في عملية النقد من ناقد أو منتقد، وهو الذي يقوم بالنقد، ومن منقود أو منتقد، وهو في الأصل القول الذي يتوجه النقد إليه وقد يطلق على القائل له، ومن منقود عليه أو منتقد عليه، وهو في الأصل قائل الكلام المنقود. يقال انتقد الشعر على قائله إذا أظهر عيبه، وقد يطلق على الكلام المنقود نفسه. أما أنواع النقد وأقسامه وما يتفرع عنه فهي عديدة متنوعة باعتبارات مختلفة. فمن حيث الأمر المنقود ينقسم النقد إلى نقد يتناول الشكل والأسلوب، ونقد يتناول المعنى والموضوع، ونقد يتناول الأمرين معا. ومن حيث منهج النقد وطبيعة المادة ينقسم النقد إلى نقد علمي يستند إلى قواعد علم معين خصوصا، وإلى مناهج البحث العلمي عموما، وإلى نقد أدبي يستند إلى الذوق والفن ومناهج النقد الأدبي عموما. ومن حيث الخصوص والعموم ينقسم النقد إلى نقد لكتاب معين على مآخذ متنوعة فيه، وإلى نقد لمقولة معينة لكاتب بعينه أو لمجموعة من الكتاب، وإلى نقد لقضية أو ظاهرة عامة أو خطأ شائع أو قضية منتشرة في المجتمع.
ومن حيث الهدف إلى النقد ينقسم النقد إلى نقد يقصد منه التصويب والإصلاح والتكملة والاستدراك والتنقيح والتحرير لأقوال أو أعمال أو أفكار تقدمته، وغالبا ما يكون هذا النوع بين العلماء لتصحيح الأقوال في العلوم المختلفة. وإلى نقد يقصد منه الرد والإبطال وهدم القول من جذوره ونقض الفكرة من أساسها، وغالبا ما يكون ذلك في مواجهة العقائد الباطلة والأفكار المنحرفة. ومما سبق سادة الأكارم يتضح لنا الأمور التالية: أولا، النقد عمل إبداعي وليس تطفلا على الإبداع وأهله، لأنه عمل قائم على أصول لا بد من مراعاتها وله هدف يسعى للوصول إليه بطرق معينة. ولما كان السالكون لهذه المقاصد يتفاوتون فيها بين محسن بلغ الغاية ومقصر لم يتجاوز العتبة، كان النقد إبداعا يتمايز فيه الناقدون وعملا مستقلا ومنحا من مناحي الفكر والعلم. ثانيا، النقد المراد ليس عملا مقصودا لذاته، بل هو مقصود لغيره ووسيلة يتوصل بها إلى تصحيح الأقوال واستدراك النواقص وتمييز الجيد من الرديء والحق من الباطل. ثالثا، يجب التمييز بين النقد الفكري العلمي المستند إلى قواعد العلوم في النقل والإثبات والاحتجاج والاستدلال، وخاصة فيما يتعلق بعلوم الإسلام وقواعده وعقائده، وبين النقد الأدبي القائم على التمييز بين الأعمال الأدبية لإدراك ما فيها من مكامن الجمال ورائع الخيال أو ضعف الحس الجمالي والذوق الفني والتعبير الرائع. رابعا، إن النقد ليس عبارة عن مجرد نسبة القول أو الفكرة إلى الخطأ، بل هو عملية دقيقة من الموازنة بين القولين الراجح والمرجوح، وذكر أدلة القول الراجح ووجوه دلالتها، وكشف شبه القول المرجوح وبيان وجوه ضعفها، مع التركيز على مواقع اللبس في الموضوع ومن أين يخشى أن يتطرق الزلل إلى السامع أو القارئ على اختلاف البيئات وتنوعها مكانا وزمانا وأحوالا. خامسا، إن الغاية الكبرى في النقد الإسلامي هي الهداية والإيصال إلى الحق في كل مسألة، بدءا من المنقود عليه صاحب المقالة المنقودة، ووصولا إلى جمهور الناس ممن يسمع ويقرأ ويمكن أن تجد المسألة هوى في نفسه فيعتنقها وهو يظن أنها الحق. ويجب التمييز ها هنا بين النقد العلمي الواجب إبداؤه لئلا يلتصق بالعلم ما ليس منه تحريفا أو انتحالا أو تأويلا، وبين الدعوة الإسلامية وطرقها وأساليبها المناسبة لحال المدعو على اختلاف الأزمنة والأمكنة والبيئات. فقد يتجاوز عن الجاهل المتكلم بالخطأ إذا ما أريد تأليف قلبه ودعوته لما هو أولى مما أخطأ فيه، بينما لا يجوز إقرار المتكلم بالخطأ أو بالباطل، خصوصا إذا كان ممن يتبع ويقلد من قبل سواد الناس أو يوصف بالعلم وأهله. ونتوصل بعد هذا إلى قاعدة كلية في العلوم الإسلامية، وهي أن النقد الإسلامي هو السياج الذي يكفل حفظ العلم وسلامة الفكر في كل جيل من أجيال الأمة، وأنه كما ورد في البيان النبوي الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ففي هذا الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام الخطيب البغدادي بسند حسن يتركز النقد الإسلامي في 3 محاور. الأول تزييف التحريف، وتحريف الكلام هو تغييره وصرفه عن معانيه
وغالبا ما يكون عمدا من المحرف وقد يكون خطأ. ولذلك وصف المحرفون في الحديث بأنهم غالون، أي بعيدون في الضلال والانحراف. الثاني إبطال الانتحال، وانتحال القول أن يدعيه المرء لنفسه وهو لغيره، أو أن ينسب القول إلى غير قائله، وهو ضرب من الكذب في الرواية تنتج عنه نتائج خطيرة قد لا يتفطن لها بادي الرأي. الثالث التبيين لتأويل الجاهلين، والتأويل هنا هو التفسير بمعناه العام ومعرفة المراد من النصوص، وعندما يتولاه من لا يعلمه أو لا يعلم أصوله وقواعده فلا بد من أن يخطئ فيه لجهله، فإنه وإن أصاب الحق اتفاقا وهذا نادر فإنه ينسب إلى الخطأ، فكيف إذا لم يصب الحق وهذا الخطأ راجع إلى جهة الدلالة والفهم. وبهذا نعلم حقا مشروعية النقد الإسلامي وتحصينه للعلم، بل وجوب القيام به على الكفاية في كل عصر تحقيقا للأهداف السابقة بكل إخلاص وتجرد، كما هو شأن أي عمل مقبول في الإسلام، وأنه قد يكون نقدا لخطأ في الاجتهاد أو ردا على ضلالة ناتجة عن كذب أو تحريف، وقد يسمى نقضا إذا أريد إبطال الكلام كله أصولا وفروعا. وتتجلى لنا بذلك فوائد النقد وهي كثيرة جدا، وأذكر بعضها. أولا بوجود النقد العلمي يزدهر الفكر ويضمحل التعصب. ثانيا تعلو المبادئ والحقائق وتتضاءل قيم الأشخاص. ثالثا تتطور المؤلفات وتنمو وتتجه إلى الإتقان وتسير نحو الكمال، بدل أن يطلق المؤلفون والمتكلمون القول على عوامله من دون تحقيق ولا تمحيص. خامسا إن الرد على الأقوال الباطلة والأفكار المنحرفة داخل في جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وداخل أيضا فيما بين المسلمين في أمر النصيحة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله، كما ورد في الحديث الصحيح: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. وهو أيضا نوع من الدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. أما ما يراه البعض من أن ذكر الحق المجرد يكفي لرفع الباطل ودفعه ولا حاجة لتفصيل الرد على الفكرة الباطلة وقائلها، فهذا صحيح في بعض المواقف ولكنه ليس على إطلاقه. ففي مواقف أخرى كثيرة يكون الأمر محتاجا إلى نوع خاص من العناية بتقرير الدليل ورفع الشبه المختلفة التي لبس بها من روج للفكرة المنقودة، وقد يكون هذا التلبيس شديدا بحيث يظن معتنقه أن الحق لا يتعداه، فاحتاج إلى النقد المفصل لإزاحة الشبه وتخلية القلب مما علق به، ثم بناء الفكرة الصحيحة بأدلتها. وهذا يحتاج إلى فن عال من الناقد وذوق في الرد والاستدلال والنقد والبناء. والحق في الآية: قل جاء الحق وزهق الباطل، عام لا يقتصر على الحق المجرد، بل إن النقد مع الاستدلال نوع من الحق الذي لا يثبت الباطل أمامه، بل هو الأولى أن يزهق الباطل أمامه، لأنه مدعم بالحجة والبرهان مع إزاحة الشبه ودفع الالتباس، وقد خوطب به من التبس عليه الأمر بما يناسبه من إقامة الحجة وفهمها فكان أدعى للظهور. أما ما ذكره بعضهم من أن النقد قد يكون سببا لشهرة القول وبلوغه من لم يسمعه، فهذا قد يكون صحيحا أحيانا عندما يكون القول الفاسد لم ينتشر بعد ولم يسمع به السواد من الناس، فعلى الناقد في هذه الحالة
ألا ينشر نقده لئلا ينتشر بنشره القول المردود عليه، بل يكتفي بالرد بحسب الحاجة لخصوص من يهمهم ذلك أو يعلم أنهم متأثرون به. ولكنه في أحوال كثيرة يكون القول الباطل قد انتشر وفشى، ولا يخاف من نقده حصول انتشاره. وإن القعود عن الرد والنقد في هذه الحالة من النقائص الكبرى والمخالفات العظمى في حفظ الحق ومعالمه وأداء الأمانة إلى الخلف نقلا عن السلف. وإن من تلبيس الشيطان على بعض علماء المسلمين ما انتهوا إليه من القعود عن الرد على بعض الأقوال الباطلة التي تقرع آذان عموم الناس صباح مساء بحجة أن ذلك فيه نشر للقول وتعريض به، ونسي أكثرهم العصر الذي يعيش فيه وما تصنع به الحضارة المادية على الناس في كل يوم من فنون الاتصالات التي سبقت الخيال. هذا مع ما في هذا الاتجاه من إرضاء لميول النفس من الكسل والدعة والاكتفاء بالنقد السطحي الشفهي الساذج بدل التعب والتفتيش عن الحجج والبراهين، مما استغله أهل الباطل جاعلين ذلك من جملة أدلتهم على باطلهم، لأنه لم يظهر رد عليه يحاكيه أو يناسبه أو يحجه. وكثيرا ما سمعنا ونسمع عن أشخاص تأثروا ببعض الأباطيل ولما رجعوا في ذلك قالوا لم نجد بعد البحث والتفتيش ردا محكما على ما نعتقد. أما قضية حفظ القول من الانقراض فهو أمر من عالم الغيب لا سلطان لأحد عليه ولا تكليف، بل نحن مكلفون بما يكون في عصرنا لإزاحة الشبه ورد الأباطيل ونصيحة الأمة، وهذا لا يترك لاحتمال حفظ الأقوال ضمن كتب الردود. وقد حكى الله تعالى لنا في القرآن بعض المقالات الباطلة ورد على أصحابها وقائليها، كقوله تعالى في سورة الجاثية: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإن الضلالات والأباطيل تتشابه وإن اختلفت الأقوال والأشكال وتعدد القائلون والمتكلمون في العصور المختلفة. ومن هنا نفهم ما جرى عليه علماء الأمة من الرد على جميع الأخطاء والضلالات واستفراغ الوسع في ذلك في جميع العلوم، حتى حصل من كتب الردود ما لا يحصى، وما ثم شبهة أو ضلالة أو خطأ قيل إلا ورد عليه، بل إنهم كتبوا في نقد الأقوال المرجوحة عندهم وإن لم تدخل في حيز الضلال أو الانحراف. ومما يبين مكانة النقد في العلوم الإسلامية الكلمة السائرة العظيمة المأثورة عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه عندما قال: ما منا إلا من رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام الزمخشري في مقدمة تفسيره الكشاف مبينا ما ينبغي أن يكون عليه المفسر من الصفات في كلام طويل رائع جميل، نقتطف منه الفقرة التالية: ينبغي أن يكون المفسر جامعا بين أمرين: تحقيق وحفظ، كثير المطالعات، طويل المراجعات، قد رجع زمانا ورجع إليه، ورد ورد عليه، فارسا في علم الإعراب، مقدما في حملة الكتاب. ويقول من المتأخرين الشيخ محمد عبده غفر الله له: لولا الانتقاد ما شب علم عن نشأته ولم تد ملك عن منبته. أترى لو أغفل العلماء نقد الآراء وأهملوا البحث في وجوه المزاعم أكانت تتسع دائرة العلم وتتجلى الحقائق للفهم ويعلم المحق من المبطل؟ كلا، بل كان يتحكم الغرور وتتسلط الغفلة ويعود الصواب خطلا والنظام خللا. وإذا
إذا استعرضنا شذرة قليلة من جهود علماء الأمة في هذا الصدد يتبين لنا البرهان على ما نقول. فقد عرفت كتب الردود والمخالفات منذ فجر التأليف، وكانت كما أسلفنا في اتجاهين عريضين: أولهما للتصحيح والتعقيب في مسائل علوم الإسلام، والثاني للرد والإبطال للضلالات في الفكر والاعتقاد. وقد سميت هذه الكتب والمؤلفات بأسماء مختلفة، بعضها يدل لمقصد الرد، وبعضها قد يكون مرتجلا مسمى باسم كتاب معين. فمن هذه الكتب من أنواعها ومن أسمائها على سبيل التمثيل لا على سبيل الاستقصاء: أولا كتب النقد بلفظ النقد، ومنها في القديم نقد مراتب الإجماع. مراتب الإجماع ألفه الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى، ونقد مراتب الإجماع للإمام تقي الدين ابن تيمية ألفه انتقد بعض المسائل التي ذكرها ابن حزم، وقد طبع الكتابان معا، فيقرأ القارئ الكتاب الأول في الأعلى ويقرأ الانتقاد في الأسفل. ومن الكتب المعاصرة أو المتأخرة في عصرنا يعني النقد التحليلي لكتاب الشعر الجاهلي لمحمد أحمد الغمراوي. وهذا الكتاب ألفه الغمراوي بأسلوب مؤصل رادا على ما جاء به طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي. هذا الكتاب الذي أثار ضجة كبيرة في وقته، والذي كان هزة عنيفة للفكر الإسلامي والفكر عموما إلى هذا العصر. ثانيا كتب الردود، وهي كثيرة جدا، وقد تكون للتصدي كما أسلفنا للضلالات العقدية والانحرافات الفكرية، وبعضها قد يكون للمسائل العلمية وخاصة في القضايا الفقهية. ومن أشهرها الرد على ابن الراوندي الفيلسوف المعلن بالإلحاد، وهذا الكتاب للإمام إمام أهل الكلام أبي الحسن الأشعري. ومنها الرد على القدرية، وهم كما تعلمون نفاة القدر، لإسماعيل بن حماد ابن الإمام أبي حنيفة رحمه الله جميعا. ومنها كتاب في الأصول هو الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، للإمام السيوطي. ومنها من الكتب المعاصرة كتاب ماتع جميل اسمه ردود على أباطيل للعلامة الفقيه الزاهد الشيخ محمد الحامد. هذا الكتاب صدر منه في حياة مؤلفه مجلد، ثم صدر جزءان بعد وفاته، يتناول قضايا أو فتاوى أو مسائل ويتكلم فيها ويرد فيها ويبين الصواب. ثالثا كتب النقد بالضبط، ويقصد به هدم النتائج والمقدمات بالكلية. ومن أشهرها في عصرنا نقد كتاب الشعر الجاهلي لطه حسين للعلامة الشيخ محمد الخضر حسين التونسي الذي صار فيما بعد شيخا للأزهر. ومنها نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق. هذا الكتاب الآخر الذي أثار ضجة هائلة في عصره، والذي تقلده ومشى مشيه كثير من يسمون التنويريين في هذا العصر، وأنكر فيه الصلة بين الإسلام وبين الحكم، فانبرى له العلماء ومنهم الشيخ محمد الخضر حسين. ومنها أيضا نقد أوهام المادية الجدلية للأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوصي. رابعا كتب الخلاف والاختلاف، هي بهذا العنوان، ويقصد بها مخالفة المنتقد عليه في المسائل، وهذا العنوان كان شائعا لدى المتقدمين. فمن أشهر من ألف في ذلك الإمام الشافعي، فلم تمنع الشافعي رحمه الله تعالى جلالة مالك ولا مشيخته له من أن يخالفه وأن يجهر بمخالفته وأن
أن يطلع على الناس بهذا الكتاب اختلاف مالك، وهو من جملة الكتب الموضوعة في الكتاب الكبير الأم. وهناك أيضا كتب أخرى للنقد والرد على أهل العراق وعلى محمد بن حسن وعن الإمام الأوزاعي وعلى غيرهم من الفقهاء. خامسا كتب التنقيح والتصحيح والتحرير، وغالبا ما تكون في المسائل الفقهية. فكتب الفقه تنشأ وتنمو وتتطور مع الزمن، هي كالاختراعات تبدأ بسيطة صغيرة، ثم يتعاقب العلماء على الكتاب حتى يغدو بعد قرون محررا مصححا منقحا عبارته أدق ما يمكن، لأن العبارة هنا ستستخرج منها الأحكام الشرعية كما يفعل اليوم القانونيون عندما يأخذون الأحكام القانونية من نصوص القانون ويجتهدون في دلالات هذه النصوص وفيما تشير إليه وفيما تدل عليه. فمثلا كتاب اللغة متن في الفقه الشافعي للإمام المحاملي. جاء الإمام أبو زرعة فألف كتابه تنقيح اللغة، ومعنى التنقيح أنه غير فيه بعض العبارات مما يراه أقوى أو أفضل أو أصح. وجاء الإمام الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى فألف تحرير تنقيح اللغات، فخالف تنقيح اللغات في بعض العبارات وزاد عليها أو نقص منها أو غيرها، وكل هذا لأجل الدقة الفقهية. ثم شرح كتابه بشرح تحرير تنقيح اللغة. وهناك أيضا كتاب تصحيح التنبيه للإمام النووي رحمه الله تعالى. التنبيه هو متن جليل ألفه الإمام أبو إسحاق الشيرازي شيخ الشافعية. والإمام النووي في طالعة حياته العلمية بدأ بهذا الكتاب تصحيح التنبيه، فذكر بعض المسائل التي جاءت في كتاب التنبيه على غير المعتمد في الفتوى. سادسا كتب الاختصار والتهذيب. فالاختصار لا يشترط أن يكون فحسب اختصارا في المادة وتقليلا من الحجم، بل غالب الاختصارات والأعمال المشابهة لدى علمائنا كانت تستدرك على الأصل وقد تزيد عليه وتصحح ما فيه. ومن أهمها مختصرات الإمام النووي. فغالب كتب الإمام النووي هي عبارة عن اختصار وتحرير وتهذيب لكتب من سبق. فالإمام أبو القاسم الرافعي ألف كتابه الشهير في الفقه الشافعي المحرر، فجاء الإمام النووي فاختصره وزاد عليه وغير بعض ألفاظه بما هو أدق. وألف كتيبا صغيرا سماه دقائق المنهاج. هو المختصر سماه المنهاج، منهاج الطالبين وعمدة المفتين، لكن في دقائق المنهاج ذكر السبب في الانتقاد على عبارة المحرر، فيقول قال في المحرر كذا وقد زدت عليه كذا أو غيرت عبارته بكذا والمقصد من هذا كذا وكذا. وهناك أيضا الشرح الكبير للإمام الرافعي. الشرح الكبير ألفه الإمام الرافعي وشرح به الوجيز للإمام الغزالي. إذن الوجيز ثم الشرح الكبير. جاء الإمام النووي رحمه الله فاختصر الشرح الكبير في الروضة وحذف أشياء ولكنه زاد أشياء، وبدأ بالزيادة بقوله قلت، فما بعد قوله قلت هذا من كلام النووي ويسمى زيادة الروضة. ثم ألف كتابه المختصر وسماه دقائق الروضة، ذكر فيه أسباب التعديل في بعض العبارات. سابعا كتب الاستدراك والتذييل والتكميل، وبعضها قد يكون فيه نقد وبعضها ليس فيه نقد، لأنه جمع لمعلومات كانت بعد وفاة المؤلف كالمستدركات التاريخية التي تريد أن تكمل الكتاب وتزين عليه، لكن بعض المستدركات فيها انتقاد للعمل الأصلي. ثامنا ومنها كتب النظرات.
وهذه عبارة عصرية لطيفة لأجل مواضيع كتب الانتقاد، ومن أشهرها في هذا العصر نظرات في كتاب اشتراكية الإسلام للعلامة الفقيه محمد الحامد، انتقد به كتاب الدكتور مصطفى السباعي اشتراكية الإسلام. وهذا الكتاب كان له في عصر أو في وقت من الأوقات في الخمسينيات من هذا العصر الميلادي كان له وقع وأثر ودارت حوله مناقشات كبيرة. ومن أفضل الكتب التي ناقشت هذا الكتاب بأسلوب علمي جميل فقهي دقيق كتاب الشيخ الحامد رحمه الله تعالى الجميل. تاسعا، وقد تكون كتب الردود باسم أو التنقيح أو النقد بغير هذه الأسماء، قد يكون لها أسماء خاصة، وهناك كتب كثيرة مثل كتاب تحت راية القرآن الذي رد به أديب العربية الكبير مصطفى صادق الرافعي على طه حسين ردا أدبيا ماتعا. ومنها من الكتب القديمة منهاج السنة الذي رد به الإمام تقي الدين ابن تيمية على بعض الفرق. وهكذا هذه الكتب كثيرة جدا تبين لنا أثر هذه الجهود التي بذلها علماؤنا لصيانة الفكر وحماية العلم. وفي عصرنا هذا تتأكد أهمية النقد وضرورته بكثرة الأخطاء والأباطيل المحيطة بالفكر من كل جهة، حتى إن الناظر لا يحار من أين ينهال ويستخف بعد أن تكدرت المشارب واختلط الحابل بالنابل واتسع الفرق على الرافع وأصاب الحركة العلمية والفكرية والأدبية عموما جمود عجيب قاتل. فقد كان يقال من ألف فقد استهدف بفتح الدال، يعني برز وصار هدفا يرمى وغرضا يتجه إليه. من ألف فقد استهدف وليس طلب أن يكون هدفا، أي صار هدفا للناقدين. واليوم غاب النقد والبحث، بل غابت القراءة والتأمل، وصرنا نرى المجلدات العديدة تطبع وتنشر ويعاد طبعها لتملأ رفوف الخزائن وتدر الأرباح على ممتهن التأليف والتحقيق من غير خوف ولا وشع. لقد كان في الزمن القريب عشرات المجلات الأدبية الإسلامية والفنية والاجتماعية الراقية التي كانت تخصص قسما منها للأدب والنقد والتعريف، كالرسالة التي أصدرها الأديب الكبير أحمد حسن الزيات، والثقافة التي أصدرها أحمد أمين، ومجلة الكتاب التي أصدرها عادل الغضبان، وقبلها الزهراء التي أصدرها محب الدين الخطيب، ثم صحيفة الفتح الإسلامية له أيضا، ثم لواء الإسلام، وكذلك في الشام مجلة التمدن الإسلامي التي كان يرأس تحريرها أحمد مظهر العظمي ومحمد بن جمال الخطيب، ثم حضارة الإسلام التي كان يحررها الدكتور مصطفى السباعي، وغيرها كثير من المجلات التي كانت ترصد الحركة الفكرية وتغذيها، وكان يوجد في كل منها باب كبير للنقد، وتحصل على صفحاتها مساجلات رائعة بين أهل العلم والأدب، بما يجعلها مدارس تربي الناشئة وتخرج الأجيال وتفتح القرائح. ولذلك أيها الإخوة الأكارم، ونحن نأتي إلى ختام هذه المحاضرة، يتبين لنا أهمية تفعيل النقد في عصرنا، وأن يكون كما أسلفنا نقدا منهجيا يراد منه إحقاق الحق وإبطال الباطل أو تصحيح الفكر أو الدلالة على الراجح وتمييزه من المرجوح. ولذلك فلا بد للناقد من أن يلتزم بقواعد وآداب كثيرة، أذكر منها على سبيل التمثيل أيضا للحصر ولا الاستقصاء. أولها الإخلاص لله عز وجل، وهو كما نعلم جميعا جوهر جميع الأعمال، وتصحيح النية في الأقوال
ومعرفة مقصد المنتقد عليه. وللإمام الغزالي كلمة ذهبية في هذا المجال، يقول الإمام: رد القول قبل فهم كنهه ضرب في عماية، فلا بد قبل الرد أولا من فهم الكلام الذي يراد رده. ولهذا لما أراد الإمام الغزالي أن يرد على الفلاسفة قدم قبل تأليفه لكتابه الشهير تهافت الفلاسفة بكتابه مقاصد الفلاسفة، ذكر فيه ماذا يريد الفلاسفة وما هي مقالاتهم وما هي أفكارهم، ثم أتبعه وكر على كلامهم بالإبطال والنقض في كتابه تهافت الفلاسفة. وربما يكون هذا العنوان كلمة التهافت من العناوين التي يجب أن نضيفها لأسماء كتب الردود، لأن ابن رشد بعد ذلك ألف كما تعلمون كتابه الشهير تهافت التهافت. ثالثا، الدقة في الفهم والأمانة في النقد. وقضية النقد هي قضية إثبات، فيجب إذن إعمال منهج الإثبات في معرفة صحة المنقولات. وقضية الفهم هي قضية استدلال، فيجب إذن تحكيم قواعد الدلالة وأصول الفقه وأصول الحديث وأصول العلم عموما لمعرفة وجوه الأقوال. رابعا، الإنصاف في الرد. ومعنى الإنصاف أن يبين الناقد المحاسن والمساوئ على طرفي سواء، وأن يعطي كل فكرة حقها، ولا شك أنه كلما عظم الخطأ كان الرد أقوى وكان الفعل أغلظ. خامسا، ما ذكر أو نشر علنا يكون نقده والرد عليه علنا، وهذا أظنه واضحا. سادسا، ينبغي التحاكم إلى المناهج العلمية الأصيلة كما أسلفنا في الإثبات والاستدلال، لكن هناك مناهج خاصة يجب التحاكم إليها. فعند الكلام في قضية فقهية يجب تحكيم مناهج الفقهاء والأصوليين، وعند الكلام في قضية تفسيرية يجب تحكيم قواعد المفسرين وأئمة هذا الشأن، وعند الكلام في قضية حديثية يجب تحكيم قواعد المحدثين، وقل مثل ذلك عند الكلام في قضية لغوية أو قضية تاريخية أو قضية من أي علم كانت. سابعا، يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال إلا في حق العامة المقلدين. العامة لا يستطيعون التمييز، لذلك تكون مقالات الرجال بالنسبة إليهم من أدلة الحق وأماراته عندهم، لكن من حيث نفس الأمر يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. ثامنا، النقد بين العلماء لا ينبغي أن يفسد الوداد والمحبة في ضمن علومنا الإسلامية ضمن مناهجنا. أما النقد على أهل الأباطيل والضلالات والانحرافات فهذا أمر آخر، وهناك كما تعلمون الحب في الله والبغض في الله. ومن هنا نستأنف أو نسترشد بكلمة عظيمة قالها الإمام الشافعي لصاحبه يونس بن عبد الأعلى لما قال له: يا يونس، ألا يستقيم أن نكون إخوانا متحابين وإن لم نتفق في مسألة؟ وهذا منهج عظيم أبرزه الإمام الشافعي. وفيما بعد نسب للإمام الذهبي قوله عندما تكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا لكن الحق أحب إلى قلوبنا منه. إذن هذا المنطق من معرفة العلم ومعرفة حقوق أهله ومعرفة الخطأ والصواب لا يمكن أن يتداخل مع ذلك. وقد روي أيضا كما أخرج الإمام البيهقي في مناقب الشافعي أن الإمام الشافعي لما ذهب إلى العراق وناظر فقهاء العراق ومنهم وأجلهم الإمام محمد بن الحسن الشيباني، حصلت مناظرات كثيرة بين الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن، ومن جملة ذلك أن محمد بن الحسن
وضع كتابا على أهل المدينة، وضع كتابا على أهل المدينة. هذه الصيغة أيضا صيغة رد واختلاف، يعني وضع كتابا ينقض فيه مسائل قال بها أهل المدينة. فرفع الكتاب إلى الإمام الشافعي، فلما تأمله قال الإمام الشافعي قال كل ما فيه مما بعد البسملة خطأ، وشرع في الرد عليه، وألف كتابا برأسه ردا على محمد بن الحسن، واسمه كتاب الرد على محمد. وكانوا مع ذلك يتجالسون ويتزاورون ويتناظرون، وكانت جهودهم كلها في سبيل الله تبارك وتعالى لإظهار الحق ولمعرفة العلم. إذن بعد أن طوفنا معكم سادتي الأفاضل في هذه الجولة التي حاولت أن أبين فيها بعض معالم الموضوع، لأن الموضوع كما تعلمون وكما هو من عنوانه موضوع كبير ومتشعب جدا. هذا الأمر ينبغي أن يحرضنا على أن نوجد من أنفسنا حسبة علمية يتولاها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فما بدلوا وما كتموا. رجال عرفوا الحق فعرفوا أهله، لا عصمة عندهم لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. رجال لا تأخذهم في الله لومة لائم، لأنهم يرجون ما عند الله لا ما عند الناس. رجال لا يريد واحدهم أن يكون من الشياطين الخرس وما أكثرهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما تقدم في هذا الكلام، وأن يغفر لما نجد به اللسان والقلم. والحمد لله رب العالمين، وشكرا لكم على حسن إصغائكم واستماعكم، والحمد لله رب العالمين. الشكر جزيلا للشيخ